السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله عندنا ريفيجن لمنهج جريد 5 لمنهج كونكت لشهر نوفمبر الاضواء. ان شاء الله هنحل مع بعض ان شاء الله النهارده 3 موديل اكزام، يعني 3 نماذج من كتاب الاضواء او من نماذج الاضواء. اوكي، طيب هنبدا باول موديل اكزام عندي نمبر 1. بيقول لي listen and complete. الاول كده هنقرا الفوكاب مع بعض. بيقول لي هنا عندي help, homework, matter. Mom and ليلى. هنا عندي dialogue between mom and ليلى. Mom: What the؟ من غير ما أكمل دي معروفة. What the matter؟ أوكي، What's the matter؟ ليلى هترد عليها I can't do my. دايما do بتيجي مع homework، حتى لو جات لكم في سؤال اللي تشوز الاختيارات دايما homework بتاخد الverb do. I can't do my homework. homework يعني ايه I can't do my homework؟ انا لا استطيع ان انا اعمل الواجب بتاعي. هي مش عارفة تعمل الواجب بتاعها. مامتها بتقول لها what's the matter؟ يعني في ايه؟ بتقول لها I can't do my homework. مامتها هتقول لها okay let me help you. خليني اساعدك. طبعا ماما بتعمل معانا كلنا كده. Number 2 read and match. Number 1 وليد looks after hippos. وليد بيهتم بالهيبو. اوكي، طيب احنا كل مرة بنقول في السؤال ده ان انا هجرب واحدة واحدة من هنا. ينفع اقول معاها they also need the right climate؟ no، اساسا عندي وليد هنا singular وهنا عندي they، مش هتنفع. and helps local people ما تنفعش. he must prepare their food. هو لازم يحضر لهم الطعام بتاعهم. اوكي، يبقى انا هنا عندي he السبجكت وهنا عندي وليد، هتبقى دي number 1. اوكي، طيب نمبر 2 plants need sunlight. النبات بيحتاج sunlight ضوء الشمس and water to survive ومية عشان يبقى على قيد الحياة. نجرب they also need the right climate. كمان هو بيبقى محتاج المناخ المناسب، هتبقى دي نمبر 2. نمبر 3 ecotourism السياحة البيئية looks after the environment بتعتني بالبيئة and helps local people، هتبقى دي نمبر 3. Number 3 fill the gaps using words in the box. ايه هي الكلمات اللي عندي في البوكس؟ عندي farmers مزارعين، grains بقوليات، economy اقتصاد. اوكي، طيب people in ancient Egypt worked very hard. Most people worked as كانوا بيشتغلوا كانوا بيشتغلوا farmers مزارعين وبشطب عليها فوق. Farmers were very important for ancient Egypt's economy. اوكي، مهمين جدا لاقتصاد مصر. They planted نشطب عليها فوق الأول. They planted crops كانوا بيزرعوا المحاصيل. Usually عادة كانوا بيزرعوا ايه؟ grains البقوليات like wheat, corn and flax. They grew vegetables and fruit too. كمان كانوا بيزرعوا الخضار والفاكهة. Number 4 read the passage and then answer the questions. السؤال ده مش محتاج غير بس تركيز، ان انا اركز في السؤال ده لان كل الاجابات بتبقى في الباسج نفسها، بنطلعها من القطعة من قدامي. طيب نقرا مع بعض. People had many important jobs in ancient Egypt. Scribes اللي هم الكتاب اللي كانوا بيكتبوا اي حاجة بتحصل زمان في ancient Egypt كان بيبقى موجود. scribes الكتاب كانوا بيسجلوا اي حاجة مهمة موجودة في العصر ده زمان، هم اللي كانوا بيسجلوها. scribes could write everything down. كانوا بيكتبوا كل حاجة. they kept records and lists for important things. كان عندهم records كده، تسجيلات لكل حاجة مهمة في الوقت ده. traders traveled up and down the Nile. traders اللي هم التجار. They bought and sold things like gold, wood, linen and grains. كانوا بيبيعوا ويشتروا كل حاجة زي ايه؟ like gold الذهب، wood الخشب، linen الكتان and grains البقوليات. craftsmen يعني الحرفيين made beautiful things. كانوا بيعملوا حاجات جميلة from clay الطين، wood الخشب and gold والذهب. doctors had to go to medical schools to have the job. زمان علشان الدكتور يكون دكتور كان بيروح حاجة اسمها medical school مدارس طبية. They had to look after people who were ill and make medicine. كانوا بيعتنوا بالناس المريضة and make medicine كمان كانوا بيصنعوا الأدوية. ننزل مع بعض كده واحدة واحدة في الكويستشن اللي عندي. Number 1 بيقولي take true or false.
Number 1 traders kept records and lists of important things. اللي كان بيعمل كده التريدرز. No. scribes هنا هتبقى false. Number 2 craftsmen made beautiful things. Yes. اوكي طيب السؤال التاني بيكون عبارة عن بيكون عندي full answer كده بكتب الإجابة بإيدي. Answer the following questions. Number 3 what did traders buy and sell in ancient Egypt? زمان كانوا بيبيعوا ويشتروا ايه التريدرز؟ طيب هنحل السؤال ده ازاي؟ بطلع عندي هنا على الباسج وادور على كلمة traders اهي. بصوا بادئة من هنا traders traveled up and down the Nile. من أول they bought and sold things like gold, wood, linen and grains. هي دي الإجابة بتاعت number 3. اوكي طيب number 4 بيقول لي what did doctors have to do؟ زمان كان لازم يعملوا ايه to get this job علشان يحصلوا على وظيفة دكتور. طيب ننزل كده اهي. بصوا doctors had to go to medical school to have this job. اوكي واكتب عليها number 4. انا خططت عليها ولكن انتوا في الامتحان هتكتبوها بايديكم في الجزء اللي تحت. Number 5 punctuate the following sentences. اوكي number 1 can't wait to see you soon. اوكي هو هنا كاتب لي اخر حاجة عندي في الجملة، هسيبها زي ما هي اللي هي الاكسكليميشن مارك علامة التعجب، ولكن هنا عندي السي هتبقى كابيتال عشان بداية السنتنس. هنا في apostrophe هكتبها. خدوا بالكم لما بيكون في apostrophe لازم تكتبوها وحطوا تحتيها لاين كده تعرفوا اللي بيصحح الامتحان ان هنا في apostrophe. اوكي number 2 what did women in ancient Egypt do؟ اسأل نفسي ده سؤال ولا اجابة؟ excellent question. يبقى قبل ما انسى لازم اروح في الاخر احط الكويستشن مارك. طيب هنا عندي W هنا كابيتال بداية السؤال. what did women in ancient Egypt do؟ هو هنا كاتب لي ancient وكاتب لي Egypt كابيتال. خدوا بالكم لو جات لكم مش مكتوبة كابيتال بتتكتب كابيتال. اوكي model exam number 2 السؤال المعتاد listen and complete. هنا عندي climate المناخ، ecosystem النظام البيئي، living يعني حي. هنا عندي dialogue between نور and علي. نور what is an اوكي انا I guess كده انا بخمن ان هي ecosystem بس هنقرا الاول ونشوف. It's a place where animals, plants and other things live together. لغاية هنا انا اقدر احل السؤال الاولاني. What is an ecosystem؟ اوكي ايكو سيستم النظام البيئي. ايه هو النظام البيئي؟ It's a place بيكون مكان where animals, plants and other living things live together. بيكون عندي مكان كده فيه animals وفيه plants وفيه living things كائنات الحية، كل ده بيقدر يعيش مع بعضه في مكان واحد. ecosystem النظام البيئي. That's right. Yes that's right. climate المناخ is also an important part of the ecosystem. كمان المناخ ده بيكون جزء مهم جدا في الايكوسيستم في النظام البيئي. Number 2 read and match. Number 1 tour guides need to be tour guides اللي هم المرشدين السياحيين. اوكي طيب نجرب كده. like the great temple of Ramses II. he wants to be a pianist. friendly and welcoming. need to be لازم يكونوا friendly and welcoming هتبقى دي number 1. Number 2 Nubia has many historical monuments. النوبة فيها أماكن كتير جدا أثرية تاريخية زي إيه؟ like the great temple of Ramses II هتبقى دي number 2. دي سهلة جدا. Number 3 my brother likes to play the piano. هو بيحب يعزف على البيانو. he wants to be a pianist هتبقى دي number 3. Number 3 read and choose the correct answer. I to school at 7 o'clock yesterday. بصوا بقى لو عندي yesterday بس هيبقى ده past simple. اوكي انما لما يكون عندي وقت محدد وعندي كلمة من كلمات ال past simple طالما عندي specific time وقت محدد يبقى على طول ده past continuous ماضي مستمر هتبقى I was walking. اوكي لو ما عنديش 7 o'clock وعندي yesterday بس كنت هختار walked. اوكي number 2 is a small area of water with rocks, crabs,
seaweed الأعشاب البحرية. طيب لما بيكون عندي جزء كده small area of water منطقة صغيرة فيها rocks فيها crabs فيها seaweed بقول عليها rock pool. Number 3 نادين tidy up the kitchen. هقول لنادين must ولا mustn't ولا shouldn't؟ yes must، يجب عليها ان هي تنظف المطبخ. Number 4 read and rearrange to make correct sentences. Number 1 ecotourism السياحة البيئية. Number 1 هندور على ايه؟ هندور على verb to be او ايا كان الموجود عندي سواء verb to be او الverb. Ecotourism is very exciting. Okay. Number 2 عندي great we a time we're having. نمشي واحدة واحدة. we okay فين الverb؟ we were having. Number 4 a great time. Okay. Number 3 عندي from the Afeluca sunsets fantastic are. the ايه؟ the sunsets are fantastic are ايه؟ are fantastic from Afeluca. Number 5 هنا عندي paragraph بيتكلم عن ايه؟ رنا the vet. يعني سهل جدا، حتى الفوكاب اللي هنستخدمها فيه سهلة جدا وعدت علينا في المنهج. هنا عندي vet يعني طبيب بيطري بيساعد الانيمالز او بيكشف على الانيمالز الحيوانات. injured معناها مجروح. houses منازل. operation معناها عملية. طيب بشكل عام كده في ايا كان الباراجراف اللي هيجي، لان مش لازم يجي نفس الباراجراف اللي انا هكتبه هنا دلوقتي في الفيديو. بشكل عام كده علمكم في الباراجراف تعملوا ايه. اول حاجة لازم هنسيب الجزء ده فاضي. طيب اي جملة بنبدأها لازم نكتبها كده capital letter، بداية حرف فيها يكون capital letter. طيب احنا خلصنا هنا هنحط full stop. هل هنرجع من الاول؟ لا، هنكمل تاني كده، واحنا بنكمل السنتنس اللي بعديها بنرجع من الاول. خلاص هي دي بس ايه اللي هنسيبها. طيب ولازم يكون عندي full stop. اي حرف تاني بيبدأ بيه السنتنس لازم يكون capital letter. اوكي. طيب الذكاء في كتابة الباراجراف ان انا ما اكتبش كل المعلومات اللي عندي مثلا كده، اكتبها في 2 لاينز مثلا وبعد كده يكون عندي فول ستوب. الذكاء في كتابة الباراجراف ان انا اكتب كده جملة صغيرة تتكون من subject وverb وobject. اوكي، اكتب كده جملة صغيرة، مش لازم اعمل and واربط الجمل كلها ببعض. الافضل ان انا اخلص الجملة بعد كده اكتب فول ستوب وابدأ الجملة التانية، بحيث ان هو يديني عدد جمل كتير وما غلطش. كل ما الجملة بتطول مني كل ما نسبة خطأي بتكون اكبر. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من مراجعة كونكت لجريد 5 من نماذج الأضواء. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم أي استفسار اكتبولي في الكومنتس وأنا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وإن شاء الله نتقابل فيديو جديد.